السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، وكل سنة وانتم طيبين، وسنة سعيدة عليكم يا رب. على فكرة النهاردة أول يوم في السنة، كان بداية ميلاد ملذة وطاب من سنة. يعني احنا دلوقتي القناة عندها سنة. أنا بشكر كل اللي دعمني من خلال السنة دي، في خلال السنة دي، وكل اللي اشترك في القناة. بشكركم. وقناة لما كبرت بيكم. وطبعا احنا دايما عندنا طموحات، عايزين القناة تكبر وتكبر وتكبر، وده بفضل ربنا وفضلكم بعد ربنا. ربنا يا رب يسعدكم ويجعلها سنة سعيدة عليكم وعلى كل حبايبكم يا رب. انتوا بقى النهاردة الجو طبعا ساقع وبرد جدا. فانا قلت بقى ايه احسن حاجة تتعمل في الجو ده؟ مفيش الا العدس. العدس هو اللي بيدفي، وحاجة كده مغذية ومفيدة وصحية، وموجودة في كل بيت، وكلنا بنحبه، ومفيش حد بيكره العدس. العدس ليه اكتر من طريقة. ممكن تعمليه بلسان العصفور او الشعرية، وبتاكليه بالعيش كده ومعاه حاجة مخللة او قدرة. ده ما بيبقاش فيه ولا لسان عصفور ولا شعرية، بيبقى تقيل شوية وبرضه بيتغمس. وبيتعمل فتة عدس. انا النهاردة بقى هعمل لكم فتة العدس. ناس كتير قوي ما تعرفش فتة العدس، بيبقوا فاكرين ان هم لما يطبخوا العدس يغرفوا لكل واحد طبق ويحطوا فيه العيش يبقى ده فتة العدس. لا والله، فتة العدس ليها تركات وحركات هتعرفوها مع ملذة وطاب. يلا بينا بقى عشان نعرف الفتة دي بتتكون من ايه. معايا مقدار من العدس. انا جايبه نص كيلو. طبعا انت حسب اسرتك، ممكن ربع نص كيلو، حسب الكميه دي انت اللي بتحدديها مش انا. على النص كيلو بحط طماطمايه كبيره، ولو انت الطماطمايه صغيره بتحطي 2 وسط، وبصلايه كبيره. بصوا انا مقطعه الحاجه ازاي، مقطعاها كده علشان تبقى سهلة التسوية. ومعايا جزرتين. الجزر يا جماعة في العدس انا ما بقشرهوش، لان القشر بتاع الجزر مفيد جدا. بعمل ايه؟ بغسله كويس وبقطعه زي ما انتوا شايفين كده علشان يستوي معايا. ومعايا فلفلاية حمرا كبيرة. دي بقى محدش يقول لي ايه الاخضر ده انت حطاه، دي انا لقيتها في قلب الفلفلاية، فده الرزق سبحانك يا رب، فقلت احطها. هتعمل تطعيمة برضو حلوة، مش هتأثر على لون العدس في حاجة. انا لقيتها في قلب الفلفلاية. ومعايا بقى توم. هو دي المكونات اللي انا محتاجاها. البهارات بتاعتي هيبقى الملح والكمون، مش اكتر من كده خالص. والمادة الدهنية هيبقى سمن. ومعايا هيبقى شوية زيت عشان هنحمص بقى العيش الجميل بتاع الفتة. هنبدأ اول تركاية خطوة خطوة كده مع بعض. هنعمل ايه؟ انا هغسل دلوقتي العدس كويس. بتفضلي تسيبي عليه المية وتغيريها لغاية لما تلاقي مفيش ريم على المية خالص. يلا بقى انا هروح اغسله وارجع لكم. انا جبت بقى حلة وفيها ايه مقدار من المية. هنزل بالعدس المغسول في قلب الحلة زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنزل بقى بكل المكونات: الجزر، الطماطم بتاعتي. على فكرة انا مش حاطة بطاطس علشان خاطر دي هتبقى فتة. البطاطس بيتحط عشان لما نكون هنغمزه بس كده بالعيش يبقى تقيل، لكن انا مش حاطه بطاطس. وبصوا الميه مش كتير ليه؟ علشان هو لما بيغلي في الاول بيطلع ريم. فلو انا ماليه الحل هيفور وهيبهدل الدنيا. فانا بحط بس كده المكونات في شويه ميه. اول ما يطلع الريم واطلعه هزود الميه شويه، وهخليه بقى على النار يفضل بقى يستوي. اعرف ان هو استوى ازاي؟ لما الاقي البصل والجزر استووا وبقوا طري خالص كده، يبقى كده الحاجه بتاعتي استوت. مش هنزل بالثوم
دلوقتي لان انا التوم بتاعي مهروس مفروم، فلو نزلت دلوقتي لما اجي اشيل الريم هيطلع في قلب المعلقه بتاعتي، وابقى انا كده خسرت التوم بتاعي. لكن لو انت التوم بتاعك صحيح وعندك توم، هتقشري وتحطي راس توم صغيره كده، كام فص كده، حوالي 5 أو 6 فصوص توم كبار بقى معاه كده يستوي، علشان لما اسويه ما يبقاش فيه حاجه ظاهره منه. انا علشان هو مهروس هستنى لما اشيل الريم بتاعه وانزل بمعلقه توم كبيره كده. هسيبه بقى على النار لغايه لما الريم اشيله، هزوده بقى شويه ميه وانزل بالتوم وارجع لكم. جبت الطاسه بقى وحطيت فيها معلقه سمن كبيره، هنزل بقى بالثوم. انا دايما لما اجي احمر الثوم لازم يبقى السمن سخن كده، علشان يحمر على طول، ما ينزلش ولا ميه ولا حاجه، يبقى السمنه بتاعتي جميله كده، وما بحمرش الثوم قوي عشان بيمرر. خلاص هنعمل ايه بقى؟ اهو بقى لونه حلو كده، انا مش عايزاه يغمق. هنزل بربع فنجان خل، يعني حوالي 3 معالق خل، وهسيب الخل مع الثوم مع السمن يغلوا. ليه؟ عشان انت لو حطيتي الطماطم قبل ما الخل يغلي مع السمن، الخل هيفقد ريحته الجميله اللي احنا بنشمها دي، هتبقى الفته لما تيجي تاكليها الصلصه ملهاش طعم خل، هيبقى الطماطم هي اللي غالبه. لكن انا كده بخلي الخل يمتزج مع السمن والثوم، وبعدين انزل الطماطم بقى بتاعتي معصوره وجميله اهي. خلاص اهي كده نزلتها، وهسيبها بقى زي ما قلت لكم قبل كده. انا لما باجي اعمل تسبيكه ما بخليهاش تتسبك على الاخر، انا عايزه الصلصه بتاعتي تبقى تقيله شويه، ما تبقاش صايصه كده زي ما بيقولوا. القوام ده هيجي ازاي؟ ان انت تستني ما تستنيش على التسبيكه ان هي تتسبك للاخر. بروح حاطه عليها الميه واظبط التقل بتاعها قبل ما تتسبك. كل ما تخليها تتسبك تبقى الصلصه معاكي خفيفه وما تظبطش بتقلها. وانا عايزه الصلصه بتاعتي تبقى تقيله كده شويه، ما تبقاش خفيفه زي الميه. هسيبها بقى كده مع نفسها، مش بملحها دلوقتي خالص ولا بحط لها اي حاجه، انا بسيبها مع نفسها كده لغايه لما بقول لكم تخش التسبيك، وهزودها بقى ميه واظبطها ساعتها بالملح. هسيبها بقى على النار. يبقى انا كده ولعت على العدس وولعت على الصلصه بتاعه الفته عشان اكسب وقت وما افضلش واقفه طول النهار في المطبخ. انا بولع على كذا حاجه في وقت واحد علشان خاطر اكسب وقت. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هسيب بقى العدس وهسيب الصلصه تستوي واعمل بقى معاكم العيش واوريكم بيتحمص العيش ازاي. انا بقى العيش اهو، بصوا مقطعاه ازاي، بقى عاملاه بقى بالمقص كده علشان يبقى كله قد بعضه كده، يبقى شكله جميل كده وحلو. بعمل ايه؟ انا ما بشتريش العيش المحمص، انا بعمل العيش العادي. المحمص ما بيبقاش فيه التطعيمه اللي احنا هنعملها دلوقتي. انا بنزل بشويه زيت بقى كده، بس لازم الزيت بتاعك يبقى ملوش ريحه. يعني انت لو ما عندكيش زيت ذره ممكن تستخدمي اي زيت، بس المهم ما يبقالوش ريحه. وباخد مع الزيت حته سمنه صغيره خالص. ليه؟ علشان انا مش عايزه العيش بتاعي يبقى مجرمز اهو كده. وهرش عليها بقى هقلبها الاول كده كلها مع بعض، وهدخلها الفرن. ولما تخش السوا ويتحمص كده وياخد اللون الذهبي، هروح حطاله الثوم. انا ما بحطش الثوم من الاول عشان قلتلكوا قبل كده انا الثوم بتاعي هبقى فرماه، فلو انا دخلته من الاول مع العيش هيتحرق ويخلي العيش بتاعي لما اجي افت هيمرر، لان الثوم بيحمر بسرعه. فانا هحطه لما الاقي العيش اتحمص ولونه بقى حلو ذهبي كده، هروح رش عليه معلقه الثوم كده واقلبه وادخله ثواني في الفرن واطلعه على طول. هدخله بقى الفرن
ولما اطلعه عشان احط عليه التوم هوريهولكم. هنزل بقى، شايفين لونه؟ بصوا لونه بقى محمص بقى وايه، وشارب بقى من السمن ومن الزيت. وهنزل بقى عليه بمعلقه التوم اهي. انا محطتهوش في الاول قلتلكوا علشان خاطر مش عايزاه يتحروق، عايزه التوم بتاعي يبقى لونه ذهبي كده حلو، ما يبقاش ممرر. فبعمل كده، بطلعه من الفرن وبروح مقلباه بقى كده، اقلب فيه التوم كله. والله طعمه بيبقى تحفه تحفه تحفه. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا 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 جدا. وتقلبوا بقى كده التوم، تخلوه يوصل للعيش كله، وهتبقى احلى فته. خلاص قلبته كويس، هدخله بقى الفرن ياخد ايه، التوم يتلون شويه كده. وهروح مطلعه، لما هطلعه هفرده على صينيه عشان يشد، لان هو طول ما هو سخن كده فيه طريان. لما تحطيه بقى على صينيه كده او اي حاجه عندك واسعه، تحطيه بقى كده لغايه لما نظبط بقى العدس ونظبط الصلصه، وتبقى معاكي احلى فته. زي ما انتوا شايفين بقى كده التوم بقى لونه ذهبي، وفي نفس الوقت ما تحرقش عشان ما يمررش في الفته. هركنه على جنب بقى يتهوى، وهفرده على حاجه واسعه شويه. وهجيب بقى التسبيكه بتاعتي بدات خلاص تتقل، عشان اوريكم هزودها ازاي واظبطها بقى بالملح قدامكم. عقبال لما العدس يستوي يبقى انا كده خلصت العيش. وهظبط الصلصه تبقى على العدس بس. اول ما هيستوي هوريكم هنعمل ايه. بصوا التسبيكه بتاعتي بقت تقيله ازاي. انا بقى مش عايزاها تتسبك للاخر خالص كده، بيبقى فاضل لها تركه واحده وتتسبك. هنزل بقى بشويه ميه، بس ما تدلقيش الميه كتير، شويه وتشوفي تقلها، شويه وتشوفي تقلها، عشان انا مش عايزاها تنزل على العيش والعدس تبقى خفيفه وصيصه. لا، انا عايزاها كده تعلم على وش الطبق بتاع الفته وتبقى احلى فته. عايزه لها شويه ميه كمان، بس كده. هنزل بقى بالملح، هجيب لها حبه فلفل اسود صغننين كده يديها تطعيمه اهو، رشه فلفل اسود كده تديها تطعيمه. واول ما هتغلي هطفي عليها، علشان انا مستنيه بس العدس يستوي، واقول لكم هنعمل العدس الجميل بتاعنا ده ازاي. اهو كده هسيبها بقى مع نفسها تغلي غلوه، واطفي عليها على طول. لو انتوا واقفين معايا هتشموا ريحه الخل والثوم، الريحه تحفه 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 تحفه. طبعا انا في اول الفيديو قلت لكم انا حاطه طماطم على العدس وجزر وبصل وفلفل احمر. ولو انت هتعمليه بلسان عصفور او شعريه، حطي له كمان بطاطسايه عشان يتقل معاكي. طبعا كل المكونات دي انا بحطها ليه مع العدس، عشان يخلي فيتاميناته وفايدته تزيد، وفي نفس الوقت بيديله لون جميل جدا. احلى ما يبقى العدس لوحده كده، هتلاقي بقى لونه كده بقى ذهبي. الاحمر مع الاصفر الاورنج بتاع الجزر هيعمل معاه لون جميل قوي. خلاص هي غليت كده وظبطتها ملح وفلفل، هطفي عليها وهستنى اول ما يستوي العدس هوريهولكم. انا بقى هشوف دلوقتي العدس، هوطي بس عليه لحسن العدس لما بيجي على الايد حرقته بتبقى وحشه قوي. خلوا بالكم يا جماعه لما تيجوا تعملوا عدس. بصوا بقى لونه قهرمان، والله العظيم قهرمان، مفيش احلى من كده. شفتوا؟ انا بقى بقول لكم ايه، الحاجات اللي انا حطيتها دي بتخلي لونه جميل. انت لو عملتي كده، وساعات بيبقى فيه انواع عدس
بيبقى لونه فيه زرقان كده شويه، مبيبقاش مصفر. تروحي حاطاله نص معلقه كركم، هيبقى معاكي زي الفل. انا العدس بتاعي النهارده مش محتاج كركم، بسم الله ما شاء الله. انا لسه ولا ضربت الخليط ده ولا حاجه، بس لونه ما شاء الله. طب يعني ربنا يا رب يهني اللي هياكلوه. جميل جدا جدا جدا. انا بقى بقول لكم بس تركايه، انا بضربه في الخلاط. لما باجي اضربه في الخلاط بحط الثوم معاه، وبحط الكمون، علشان الكمون لو نزلت عليه بعد ما بتضربيه في الخلاط في قلب الحله بيكلكع وبيبقى فتافيت مسوده كده، ما بيبقاش شكله حلو خالص، ما بيفكش، لان قوام العدس بيبقى تقيل مع البودره بتاعه الكمون المطحون. ما بيبقاش حلو، بيكلكع منك وما بيفكش بسهوله. وانت بقى بتعملي الفته بتلاقي فيه حتت كده تجمعات للكمون، بيبقى شكلها مش حلو خالص. فانا بحط الكمون في قلب الخلاط مع العدس اللي هيتضرب ده. وبعد كده هقول لكم بقى هنعمل ايه. علشان خاطر الخلاط بتاعك ما يبص، استني شويه عليه لما يهدى، اوعي تطفي عليه وتضربيه في الخلاط. الشفشق بتاع الخلاط ممكن ما يستحملش درجه السخونيه دي، يتشرخ ويبوظ. فانت تستني عليه. لو انت مستعجله حطي الحله في قلب صينيه فيها ميه ساقعه، هيبرد معاكي على طول وتشتغلي بيه على طول، ما تستنيش. فانا هستنى لما يهدى شويه وهضربه بقى في الخلاط وبرده. العدس بتاعي هدي شويه ولسه سخن، بس هدي شويه. فانا بقى هحط منه بقى كده في الخلاط وهضربه. وبعد ما اضربه بقى في الخلاط هوريهولكوا هيبقى شكله ازاي. وهنعمل اخر تركه في الشوربه بتاعه العدس عشان الفته بتاعتي. ده شكله بعد ما ضربته في الخلاط. زي ما انتم شايفين لونه كهرمان والله. هو تقيل شوية، انا هخففه عشان زي ما قلت لكم ده هيتعمل بيه فتة. هخففه حاجة بسيطة قوي، مش كتير. شوية مية صغيرين كده بس كده. وهنزل بقى عليه بمعلقه سمنه، معلقه زبده، اللي انت بقى متعوده عليه وبتطبخي بيه انزلي بيه بقى بمعلقه كده. الله عليه بقى. وتظبطي بقى الملح بتاعه. انا هظبط بقى الملح بتاعه، وانا حطاله مع وهو بيتضرب في الخلاط حطيت الثوم والكمون، عشان زي ما قلت لكم انا الكمون بتاعي مفروم. ما ينفعش احطه في اول العدس وهو بيتعمل عشان ما يطلعش مع الريم. فانا حطيته دلوقتي وانا بضربه في الخلاط. هسيبه بقى على النار يغلي، وهبدأ افت بقى معاكم طبق الفتة الجميل ده. اهي العدس بقى خلص والحاجه بقى سخنه. هفت بقى انزل العدس على العيش بتاع المحمص ده الجميل. وبعد ما اشربه كده بالعدس هغطيه بقى شويه لغايه لما العيش يطرى معايا شويه، بس مش يبوش، يبقى في القرشه بتاعت العيش المحمص ده شويه كده. وهنكمل الطاجن بتاع الفتة دوت الطبق الجميل اللي هيتاكل مش هيقعد. ولو جربت الطريقة دي مش هتاكلي عدس الا بالطريقة دي. هسيبه بقى، وباخد بقى مع العدس كبشة صلصة كده اهو، وهقلبه بقى واغطيه عشان يتشرب من العدس ومن الصلصة دي، ويبقى معانا احلى طبق فتة في بالعدس.
وهيبقى بقى الزبدة او السمنة اللي انت حطاه دي بقى جميل جدا. لما تيجي تفتي الفتة بتاعة العدس، هي مختلفة عن الشوربة بتاعة اللحمة، فتة اللحمة. هي العدس لما العيش بيشربه بيجمد شوية، فانت دايما تخلي ما عندك العدس فيه شوية شوربة في الحلة كده، عشان بعد ما العدس يشرب العيش يشرب العدس، تروحي حاطه بقى شويه كده يتلحلح، يعني زي ما بيقولوا ايه، ما تبقاش مجبسه كده، لا تبقى متلحلح. انا هغطيها وبعد شويه هوريها لكم بقى شكلها عامل ازاي وهنظبطها ازاي. زي ما انتوا شايفين اهو شرب العدس، فانا هحط له شويه عدس كده صغيرين خالص عشان ما يبقاش زي ما بقول لكم مجبس او زي العيش عامل قوي كده. كده العدس اللي انا هحطه على الوش ده هيلحلحوا بقى كده شويه ويظبطوا. وبعدين انا هحط له بقى زي الفته بتاعت اللحمه، الصلصه بقى على الوش كده هظبطه. الله الله الله، يلا بينا بقى نظبطه. انا بنزل بقى بالصلصة كده بوزعها بحيث ان هي تبقى مالية وش الطبق او السيرفيس بتاعك. جميل جدا والله، لما هتعملوها هتعجبكم قوي. طبعا الطبق ده بيتقدم معاه بصل اخضر، بس بصل انتي مقطعاه شرايح، بتحطي البصل العادي دوت، لو قطعتيه شرايح بترشي عليه شعرايه ملح خفيفه كده، وتحطيه في معلقتين 3 خل. بعد كده بقى ممكن تعملي معاه اي نوع من انواع المخللات، ممكن طماطم اللي هي المخلله دي بقى بالفلفل الاخضر كده بقى والملح والشطه، جميله جدا جدا الطماطم، واحلى من كده مفيش. شايفين الطاجن وحلاوته، السرفيس جميل جدا يتاكل كده. الف انا وشفا للي هياكلوه. وممكن لو فايض عندك شويه شوربه تقدميهم معاه مع شويه صلصه، شوربه العدس طبعا تحطوا طبق شوربه وتحطوا طبق فيه صلصه، علشان خاطر ممكن حد عايز يزود العدس على الجزء اللي بياكل منه، ما فيهاش مشاكل خالص. يبقى عندك الطبقين دول. وزي ما قلت بيتقدم مع طماطم مخلله، ترشي اي نوع من المخللات، بصل اخضر، بصل متقطع شرايح وعليه ملح وخل. وبجد بجد بجد اكله جميله ومغذيه وبتدفي في البرد اللي احنا فيه دوت. لو الوصفه بتاعتي النهارده عجبتكم، اول مره تعرفوا ان العدس بيتعمل فته بالطريقه دي، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات عجبتكم ولا لا، وانتوا كنتوا بتعملوها ولا لا. ولو الوصفه عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير. ولو انت اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس علشان خاطر توصلك مني كل الاشعارات. قناه ملذ وطاب بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين وعام سعيد عليكم يا رب. ومع ملذ وطاب هتلاقوا ألذ الأكلات وأجمل الوصفات. سلام عليكم.